هلو، ازيكم يا ارطويه؟ مش عارفه انتوا فاكريني ولا لا. انا مختفيه بقالي 3 سنين يا جماعه، ومش مصدقه ان انا رجعت الصراحه. لكن خلينا في دلوقتي انا رجعت. اليوتيوب شانل بتاعتي كان اسمها ارت كورنر، عشان لو مش فاكرين هفكركم عادي جدا. حاليا اسمها ايرا ستوديو. فتعالوا اقول لكم ليه بقت ايرا ستوديو، ليه اختفى، حصل ده كله، وهنعمل ايه الفتره اللي جايه. فروحوا اعملوا كوبايه شاي وتعالوا عشان نرجع. نبدا بليه انا غيرت اسم الشانل. انا بدات في 2016 وحاليا احنا 2024. فده فرق 8 سنين، وده عمر. الوقت ده انا لقيت ستايل جديد في الرسم، وشخصيتي اتغيرت، الحاجات المفضله ليا اتغيرت. ففي حاجات كتير قوي حصلت الفتره اللي فاتت دي، اثرت عليا بشكل ما، وخلتني عايزه ان انا اعمل الحاجه اللي بقدمها بشكل تكون شبهي، عشان اتحمس واقدر استمر في الحاجه دي. فقلت ليه لا ما ابداش باليوتيوب وخليه ايرا ستوديو. هقولكوا ستوري بقى، انا بدأت امتى وليه وازاي وليه اختفيت في النص كده. انا بدأت في اول الجامعة او في نص الجامعة، وكانت فترة صعبة قوي في حياتي، لان كانت فترة ريكفري من عملية كبيرة قوي. فما كنتش بتحرك كتير قوي من البيت، فصحيا ونفسيا ما كنتش احسن حاجة، وبدرس حاجة انا ما كنتش حباها برضو الصراحة. الوقت ده كان صعب عليا، وقررت ان انا هعمل يوتيوب عشان اطلع من المود اللي انا كنت فيه ساعتها. وبجد فعلا اثر كتير قوي في حياتي. وقتها كان فعلا الشانل فيها مونتايزيشن او فيها فلوس، عائد مادي بيجي منها، وكان قليل قوي بيجي كل فتره. حاليا ما بقتش القناه بتحقق اي ارباح يعني، ولسه هبدا من الصفر تاني. بس مش ده البرسبكتيف بتاعي اللي هو بتاع زمان. يعني انا زمان وقفت في وقت ما، لان انا كنت فعلا صعب اعتمد على اليوتيوب كحاجة بتدخلي فلوس كل شهر، لان كان الفلوس اللي بتجيلي قليلة قوي، وبتجيلي كل 8 شهور مثلا. فكنت محتاجة لما اتخرج ابدأ اشوف الكارير واشتغل واشوف الحياة عاملة ازاي بقى. وده حاجة من الاسباب اللي خلتني ابعد شوية. قد ما انا بحب الارت وبحب ان انا اعمل فيديوهات واصور، بس للاسف وقتي كله كان رايح في الشغل وفي الحاجات دي. في الوقت الكبير قوي اللي هي السنين دي اتغير حاجات كتير قوي في حياتي. بس اكتشفت ان انا ندمانه شويه الصراحه، ان انا بعدت عن الحاجه اللي انا بحبها. فقررت ان انا ارجع لها، بس ببرسبكتيف مختلف. مش ان انا بس ابقى مستنيه منها فلوس او حاجه. اكيد اللي بيجيله فلوس من حاجه زي يوتيوب، انا هكون صريحه معاكم، مش هيقول لا. بس في فرق بين ان انت هتكمل عشان الفلوس، او ان انت بتكمل عشان دي الحاجة اللي انت بتحبها، ودي الحاجة اللي انت مش مستني منها اي حاجة. فاهمني؟ يعني انت بتعملها عشان نفسك اكتر من اي حاجة تانية. الكومنتس بتاعتكو اللي كنت بشوفها الفترة اللي فاتت بجد كانت بتأثر فيها جدا نفسيا. لو حد استفاد جدا من فيديو، او ما كانش عارف ياخد كورس رسم ولقى حاجة زي دي فري، ففادته في حياته. فبجد الكومنتس دي بالنسبة لي اهم بكتير من اي حاجة تانية. فحاليا انا راجعة عشان اعمل حاجة اللي بحبها، واقدم لكم كونتنت فعلا محترم تستفادوا منه. والله يجي اي عائد مادي من اليوتيوب تمام، ما جاش هبقى مبسوطة ان انا بفيد اي حد بيتفرج على الفيديو، وده هيكون كفاية بالنسبة لي جدا. بس لو انتوا لسه فاكريني او فاكرين الفيديوهات القديمة بتاعتي، اكتبوا لي كومنتس تحت عشان نستعيد الذكريات يا جماعة، واستعد للفترة اللي جاية معاكم. خلينا بقى نقول الكونتنت بلان بتاع الفترة اللي جاية. بس هحتاجكم تساعدوني في حاجة. انا هقول لكم الافكار اللي عندي والحاجات اللي انا ناويه اعملها الفتره اللي جايه، بناء على الحاجات اللي انتوا كنتوا بتحبوا تتفرجوا عليها زمان. وهبدا ارقمها، يعني 1 2 3، وهطلب منكم ان انتوا الكونتنت اللي عايزين اعمل فيديوهات اكتر عليه تكتبوا لي الرقم بتاعه في الكومنتس تحت، وده اللي انا هركز عليه الفتره الجايه. اول حاجه هو ارت هول، الفيديوهات اللي انا بجيب فيها ادوات للرسم او للتصوير، واوريكم انا جبتها منين وبكام، وبعدها بعمل ريفيو عن الحاجات دي، الحاجة اللي عجبتني او ما عجبتنيش بكل صراحة. فده هحطه رقم 1. لو حابين اعمل عنه اكتر اكتبولي 1 في الكومنتس. 2 هو البورتري كورس. وطبعا الفترة اللي فاتت في اختفائي اتعلمت حاجات كتيرة قوي. هتحسوا ان انتوا بتاخدوا كورس مدفوع فيه فلوس كتير، يعني ناوية ان هو هيطلع بشكل مختلف تماما. فلو حابين فيديوهات من النوع ده اكتبوه 2. تالت حاجة، وده نوع جديد من الفيديوهات ما كنتش بعمله زمان، بس متأكدة ان هو هيعجبكم قوي، هي الفلوجز. سواء ان انا هوريكم انا بعمل ايه في يومي كارتست، ممكن اخدكم معايا مكان فيه ارت، معرض، متحف، واعرفكم ازاي تروحوه. ممكن ان احنا نعمل زي ميتينجز مع ارتست تانيين. فهيبقى فن قوي صراحة، وحاسة ان هو هيعجبكم. وده هيكون رقم 3. رقم 4 وهو بودكاست. يعني ايه؟ يعني ممكن نعمل فيديو طويل
زي القعدة دي كده. بنرغي فيه، ومش شرط ان انتوا تكونوا تتفرجوا عليه، ممكن تشغلوه وانتوا تشتغلوا واقفين في المطبخ. النوع ده من الفيديوهات انا بحبه قوي وبستفاد منه قوي قوي. حتى ممكن لو انتوا في مواصلات او في طريقكم تشغلوه، بجد تحفة. ده هيكون رقم 4. رقم 5 هو ال Q&A. تكتبوا لي أسئلة في ال DM، تبعتوها لي يعني، أو تكتبوا لي في الكومنتس. بجمعها كل فترة وبعملها في فيديو لوحده. لو عندكم أي أسئلة عن الفترة اللي فاتت أو الفترة اللي جاية أو أي حاجة ليها علاقة بالآرت، اكتبوها لي هنا على الفيديو وهجمعها وأعملها في فيديو قريب Q&A. رقم 5. اما رقم 6، ودي الفكرة الاخيرة اللي جاتلي، وهي ان اي حد عايز يعمل يوتيوب شانل ومحتاج شوية وعايز يعرف شوية تابس اند تراكس خصوصا للرسم، فكرت ان انا ممكن اعمل لكم عن الحاجات اللي بصور بيها، بصور ازاي، بعمل كونتنت ازاي، سكريبت، الديسكريبشن بكتب فيه ايه، كل الحاجات اللي وصلتني لل 30,000 سبسكرايبر في فترة صغيرة هجمعها لكم ونعمل عنها كونتنت. هي هتكون رقم 6. فمعاكوا 6 أرقام. أكتر حاجة حابين تشوفوها الفترة الجاية اكتبوها لي في الكومنتس تحت. كل جمعة هينزل فيديو إن شاء الله، وهنستمر على الموضوع ده. هيكون فيديو طويل. في الأيام اللي هي في وسط الأسبوع هينزل شورتس تكون دقيقة تقريبا، فيديوهات بقى تابس مثلا، فن، هوريكوا جزء من يومي، حاجات تعجبكم في نفس الوقت متحسوش ان انا مختفية يعني. تشوفوني بشكل اكتر فهتلاقوني على انستجرام اكاونت بنزل دايما ستوريز بوستس، فهتلاقوني موجودة اكتر، لان يوتيوب بيكون فيديو بيحتاج اديتنج، بيحتاج مجهود كبير الصراحة، فصعب قوي ان انا انزل فيه كل يوم. لكن البلاتفورمز تانية هتلاقوني موجودة اكتر فيها، انستجرام وتيك توك. فهحط لكم هنا كل السوشيال ميديا بتاعتي لو حابين تعملوا فولو. ولو انتوا جداد طبعا هتبسط قوي لو عملتوا سبسكرايب وكتبتوا لي كومنت. وبس كده، اشوفكم اكتر الفترة الجاية ان شاء الله. باي باي.